بصوا انا قطعت السبانخ كلها والكزبره الخضراء والشبت. بصوا هبدا بقى اعبيها في اكياس. هي دي تخزين السبانخ، طريقه سهله ولا بحطها على نار عشان ما اضيعش الحديد اللي فيها. اكياس اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه اللهم صل على النبي 2 كيلو. 2 كيلو هعملهم 3 اكياس. بصوا اقلبها كلها على بعضها عشان كلها يبقى فيها شبت وكزبره اهي. بصوا التقطيع عامله ازاي، بصوا جميله ازاي، وريحتها بقى تحفه. الكزبره الخضراء والشبت مخلين ريحتها تحفه. هعبيها في الاكياس وارجع لكم تاني عشان نكمل اللي بنعمله. خليكم معايا. بصوا الفاصوليا، الكاميرا مغيمه معايا. بصوا الفاصوليا استوت خالص وبقت جميله. هصفيها دلوقتي، خليكم معايا. بصوا بقى انا غسلت اللوبيا وغسلت الفاصوليا بعد ما اتسلقوا وكيستهم، هوريهم لكم. والعدس ده ربع كيلو عدس بغسله وهكيسه هو كمان. هعمل وجبه عدس في رمضان. بصوا انا غسلت العدس وحطيته في كيس وحطيت عليه الثوم الني، وادي البطاطس، وادي الطماطم، وادي البصل. طماطم وبصل، ناقص له الهريسه الحمراء بس. هحط الهريسه ان شاء الله وانا بسويه، مش هحطها دلوقتي عشان بصراحه مش عايزه اطلعها. يعني انا بصراحه مش فاضيه اطلعها. بصوا وجبه اهي جميله اهي. الثوم والبطاطس والبصل والقوطه والعدس اهي، وجبه زي الفل. بصوا ده الجزر يا جماعه. همسك الجزر بقى اقطعه. هقطع الجزر ايه صوابع. انا هقطع الجزر عشان البسله، وما حطيتش في كيس العدس جزر. هحط دلوقتي في كيس العدس جزر. انا هبدا اقطع الجزر. هقطع الجزر صوابع كده عشان يبقى سهل معايا ان انا اقطعه مكعبات للبسله. بصوا طريقه سهله جدا. اما اقطعه صوابع كده يبقى سهل معايا في التقطيع. هكمل عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. خليكم معايا. بصوا انا قطعت الجزر صوابع وهسيبه لبنتي تقطعه لي بقى مكعبات، وانا هبدا افصص البسله. هكسب وقت عشان ما اتاخرش، عشان لسه في ما شاء الله اللهم بارك حاجات كتيره. خليكم معايا. بصوا عقبال ما بنتي تقطع الجزر كنا انا بقى ايه فصصت البسله. بصوا البسله مليانه ازاي ما شاء الله، جميله. افصص البسله وهي تقطع لي الجزر عشان ايه لسه في قلقاس عايز يتقشر ويتقطع ويتغسل، ولسه في خبيزه، يعني لسه في كوسه، لسه في شويه حاجات كتيره كده. ربنا يقوينا، البركه كتير ما شاء الله. البسله طبعا انا لو اديت لولادي يفصصوا البسله هياكلوها، لان احنا بنحب البسله كده طول ما احنا بنعملها بناكلها. والجزر والله. اخلص البسله ونقطع الجزر وارجع لكم تاني. خليكم معايا. بصوا انا قطعت البسله على الجزر وخلطناهم على بعض. هغسلهم وهعبيهم في اكياس على طول. انا فرستها معاكم قبل كده وقلت لكم ان انا مش بحطها على النار زي الباميه كده. بحب الخضار كده صابح طازه. تمام. هغسلها واعبيها في اكياس. وهعمل ايه دلوقتي بقى؟ هعمل الخبيزه ورقتها عامله ازاي. هقطعها كده، هقطعها كده اهي. بصوا زي الملوخيه، بتتقرطف زي الملوخيه. والعرق بتاعها بصوا عامل ازاي. هقرطفها كلها وارجع لكم. خليكم معايا. بصوا ورقتها عامله ازاي.
هقرطفها كلها وارجع لكم عشان اغسلها واغسل البسله وابدا اجففهم. خليكم معايا. بصوا الخبزه زي الملوخيه، تتقرطف زي الملوخيه. طبعا انا عملت الشبت، قرطفت الشبت وقرطفت الكزبره. في ناس بتحط لها سلق بس انا مش بحط لها سلق. بصوا معلش انا اسفه على منظر ايدي، عشان بس الخضروات دي بتبقى جايه من الارض ومليانه طينه وكده. انا هكمل بقيه الخبيزه. عقبال ما اكمل بقيه الخبيزه بصوا بقى بنتي هتساعدني هتعمل ايه، ربنا يبارك لي فيها. شايفين الكوسه؟ بصوا بقى همسك الكوسه. اولا زي ما هي كده، شايفين المقوار؟ بصوا الحته المخربشه بتاعت المقوار اهي. بصوا بسم الله اهي، خربشت الكوسه. وهقطع دي وهقطع دي، هخلصها كلها كده بالطريقه دي. هجمعها كلها كده. طبعا الكوسه انا بخربشها عشان لو فيها رملايه ولا حاجه او ترابيه ناعمه تقدر تطلع منها. ممكن اكحتها بالسكينه، في حد بيكحتها بالسكينه بس انا بحب شكلها بيبقى كده وبيبقى ليها منظر حلو كمان. طبعا هخلصها كلها او هسيبها لبنتي تخلصها وانا هكمل بقيه قرطفه الخبزه عشان هي بس بتنجز معايا في الوقت. وبعدين نغسل الكوسه وبعدين نقطعها وبعدين نغسلها تاني. بصوا كلها بالطريقه دي، هكملها كلها بالطريقه دي وبعدين نرجع لكم. خليكم معايا. بصوا انا قشرت الكوسه. بصوا هبدا اقطع فيها بقى. سبت بنتي تكمل الخبزه وانا هبدا اقطع فيها. بصوا التقطيعه، انا بشيل الكوسه دي يا جماعه اعملها خضار، اعملها بشاميل، اطبخها. يعني المطبوخه بتبقى جميله، احنا بنحب الكوسه المطبوخه قوي. ولو عملتها بشاميل تبقى سهله برضو عندي وتبقى جاهزه، بتقطعها جاهزه على طول. بصوا التقطيعه عامله ازاي، بصوا المنظر وهي متخربشه عامله ازاي، شكلها جميل قوي. هكملها كلها بنفس الطريقه وبعدين ابدا اكيسها. بصوا شكلها جميل ازاي، شكلها حلو قوي. خليكم. خلصنا الكوسه قطعناها، بنتي بتعبيها اهي في اكياس. وخلصنا كمان البسله وهنعبيها في اكياس، غسلتها وهنعبيها في اكياس. وهغسل الخبيزه دلوقتي بعد ما قرطفتها هي والكزبره والشبت. في ناس بتحط عليها سلق بس انا مش بحط عليها سلق بصراحه. ادي كيس من الكوسه وهنعبي تاني، نعبي كيس تاني او كيسين تاني على حسب ما بتاخد. دول 3 كيلو كوسه. انا عامله كوسه عشان البشاميل وعامله كوسه عشان الطبيخ. هكمل وارجع لكم، خليكم معايا. بصوا البسله بعد ما فصصناها وقطعنا عليها الجزر غسلناها وهنعبيها برضو خضره زي ما هي. انا مش بحط اي خضار على النار يا جماعه، مش بجفف اي خضار على النار، كله بحب اجففه كده اخضر. والله بعد ما بيتعمل كمان بيبقى اخضر وطازه كانك لسه جايباه. هعبي كمان البسله وارجع لكم تاني، خليكم معايا. بصوا دي الخبيزه بعد ما قرطفناها وغسلناها. بصوا الخبيزه ورقتها عامله ازاي، متقرطفه ازاي اهي. وعملنا معاها كزبره وشبت، قرطفنا معاها شبت بالطريقه دي وقرطفنا معاها كزبره بالطريقه دي اهي.
بصوا هنعبيها بقى في اكياس هي كمان خضرة زي ما هي، ونطلعها نرميها في الشوربة المغلية على طول. بصوا ده السلق. السلق بصوا بيتعمل ازاي. بصوا بسحبها على طول، بسحب الورقة على طول. بصوا بسحب الورقة ازاي اهي. اهي الورقة على طول اهي بسحبها اهي. اكمل بقية السلق بس اوريكم انا هعمله ازاي. ودي الكزبرة، طبعا السلق والكزبرة دول بتوع القلقاس. بصوا الكزبرة ورقة ورقة، بصوا ورقة ورقة من غير عروق. بصوا اكمل السلق واكمل الكزبرة وارجع لكم تاني، خليكم معايا. انا سبت بنتي تعمل السلق وهعمل انا بقى القلقاس معاكم. بصوا القلقاس انا بغسل القلقاس يا جماعه، مش ما بغسلهوش، انا بقشر القلقاس زي البطاطسايه. القلقاس خلي بالك وانت بتقشريه عشان ناشف قوي. على مهلك واحده واحده. انا هكمل تقشير القلقاس وارجع لكم تاني، خليكم معايا. وهقطعه القلقاس جامد قوي. بصوا انا بقطع القلقاس ازاي، بقطعه كده صوابع، وبعد الصوابع بقطعه مكعبات.